صباح الخير. كان في كومنت كده جايلي ان في طفل مش راضي يسمع الكلام، بيقطع كتبه، ما بيرضاش يروح المدرسة، ما بيرضاش يقعد في مكانه، بيرفض يكتب ويقطع الكتب بتاعته، ولو ما خدش كتبه يقطع كتب زمايله. لا تشجيع نافع ولا عقاب نافع ولا اي حاجة نافعة. يا ترى ده عناد ولا كسل ولا في مشكلة ممكن تبقى اكبر من كده؟ الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده. قبل اي حاجة انا عايزة اعرف، هل الطفل على طول يعني في صفة مستمرة ان هو على طول بيرفض يقعد في مكانه لما بيروح المدرسة؟ طب هو على طول بيرفض يكتب، بيقطع كتبه، على طول بيمد ايده على ادوات زمايله ويقطع كتبهم، ولا بتبقى اوقات واوقات؟ طيب ده بيحصل في البيت برضو ولا بيحصل في البيت وفي المدرسة؟ طب العقاب والتشجيع كله مش نافع خالص بأي صورة من الصور، ولا ممكن حاجة معينة ممكن تنفع معاه أوقات وأوقات لأ؟ لو السلوك بيكون مستمر ومش بيأثر بالأساليب العادية، لازم نقف ونفهم ليه الموضوع ده. اول حاجه ممكن يكون السبب تربوي، يعني ان الطفل اتعود اصلا ان مفيش حدود واضحه، يعني اللي هو عايزه يعمله. تاني حاجه ممكن يكون مفيش روتين، مفيش قوانين ثابته، فبالتالي ان القوانين الثابته انا مش عارف مره هعمل كده حد هيزعقلي، المره التانية لو ما عملتش لو عملت كده حد ممكن ما يزعقليش. فمفيش قوانين ثابته عندكم ان ان الموضوع ده بالنسبه لك مثلا كبير، لا في ما ينفعش، لا ده ينفع، لازم يبقى فيه قوانين ثابته. تاني سبب ممكن يبقى سبب نفسي، يعني ممكن يكون في حاجة مزعلاه جواه ومش عايز يقول عليها، ممكن يكون غيرة، ممكن يكون إحباط من نوع معين، ممكن يكون عايز يجذب الانتباه. ما هو كل ده أسباب نفسية. يعني ممكن يكون أصلا هو زعلان من حاجة انت ما يعني انت مش ما قالكيش عليها، بس بيطلعها في موضوع الكتب، موضوع المدرسة. ممكن يكون هو بيغير، مثلا لو عنده أخ صغير ممكن بيغير وبيطلع الغيرة دي على الموضوع ده. ممكن ان هو يكون م- مش حاسس بالاهتمام اصلا خالص، فبيجذب الانتباه حتى لو هو بالطريقة السلبية ليه، يعني حتى لو هو بطريقته سلبية. ممكن يكون سبب تعليمي، ممكن يكون في صعوبة في التعلم أصلا، ضعف عضلات الإيد، مش عايز يمسك الكتاب ومش عايز يمسك القلم وانتوا بتغصبوه مثلا على مسك القلم وهو ايديه لسه ضعيفة. ممكن يكون الطفل مش قادر يكتب فبيتهرب ان هو بيقطع الكتاب، ان هو بيقطع كتب زمايله. لان يعني ايه، حاولوا ان انتوا ما تبدأوش على طول في الكتابة وخصوصا في مصر بيحبوا ان هو ألف ب ت. لا، هو في الاول لازم يتمهد للكتابة بالخطوط بالنقط، وممكن ما يكونش عايز اصلا يروح المدرسة بسبب كده. في اخر سبب اللي هو السبب السلوكي او اضطراب. زي ايه؟ ممكن يكون عند طفل عنده فرط حركة وانتم مأيدينه في الكرسي، فطبعا فرط الحركة لازم يتودى لأخصائي معين علشان يشوف حالته. لازم، ممكن يبقى اندفاعي، ممكن يبقى فيه عنده نقص انتباه وتشتت. فانا لازم اعرف هو، او لازم اصلا مش انا، مش ممكن، مش لازم انا، ممكن يروح لاخصائي يعرف ليه السبب ده موجود. وخلي بالك انت ممكن تزودي المشكلة لو ضربتيه او قعدتي تصوتي في قدامه وقعدتي تقولي له كفايه بقى تعبتني، ان انت تقارنيه بغيره، تقولي له بص قاعد زميلك قاعد ازاي وانت بص قاعد عامل ازاي. ان انت توصفيه بطريقه وحشه، تقولي له انت طفل عنيد او طفل كسول، او طبعا تشتميه او تقولي له انت مستفز قوي. ده كله بتزودي المشكله، وخصوصا بقى لو اجبرتيه على ان هو يكتب غصب عنه. دي كارثة. لو انتي ما تعرفيش، ممكن اصلا الطفل مش بيعاند، ممكن يبقى حاجة تانية خالص ملهاش علاقة بالعند. انا ممكن اديكوا حلول وقت، حلول وقتية يعني، حلول لدلوقتي، بس لازم برضو توديه لأخصائي يعرف حالته. لو احنا في البيت ممكن نقلل وقت المذاكرة على قد ما تقدري. ممكن ندخل بدل المذاكرة الروتينية والكتب وكده، دخلي صلصال، دخلي قص ولزق، دخلي تلوين. حاجة تانية، انت ممكن تتجاهلي سلوكه السيء تماما، ولما يجي يعمل حاجة حلوة تعززي السلوك الإيجابي بتاعه. تديله بقى بونبوني، تديله ستيكر. طبعا البونبوني ده مش ما ينفعش اللي هو على ملعب البطال، لازم يبقى فيه حاجة ليه مكافأة. حتى لو انت روحتي لحد اخصائي وانت اصلا بتديله حلويات او هيقولك امنعيها تماما.
تماما. انت الاطفال اصلا السكريات عليها غلط، فانت وقت ما هو يعمل حاجه ايجابيه خلاص انا هديك بونبونيه او شوكولاته صغيره علشان ما يبقاش غلط عليه، وفي نفس الوقت نستخدمه كمحفز. وفي اطفال بتحب الاستيكر، ممكن تديله واحده ستيكر كده على ايده، هتحبها قوي. واخر حاجة لازم تخلي ليك قوانين واضحة وبسيطة وكده، ولازم تبقي ماشية عليها يعني صارمة كده. ليه؟ ايه هي؟ يعني مثلا ممنوع ان احنا نقطع الكتب، مش عايز تذاكر خلاص هنشيلها على جنب، بس احنا مش هنقطع كتبنا. انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ تمشي معاه واحدة واحدة. ساعات ما يبقاش الطفل عنيد، وساعات ان هو مش عايز يقل ادبه، وساعات ما يبقاش فيه كل ده ويبقى فيه مشكلة ابسط من كل ده بكتير. وطبعا لازم نفهم ايه المشكلة بالنسبة له في المدرسة. ممكن يكون في مشكلة ان في طفل تاني بتنمر عليه فهو مش حابب المدرسة. ممكن يكون زي ما قلت لك في الاول ايديه ضعيفة فهو مش مستحمل ان هو يمسك كتاب، او مش عايز يمسك قلم، فاسهل حاجة عنده ان هو بيقطع كتبه. ممكن يكون كاره الفصل بتاعه لأي سبب من كان، فانت لازم تفهمي الاول وتتكلمي مع المدرسة. لازم تعرفي الاول السبب ايه وبعد كده تقيمي على اساسه. لو حابة أعرفك إزاي تفرقي ما بين العناد وصعوبات التعلم وفرط الحركة، اكتبيلي في الكومنتات، والحلقة الجاية إن شاء الله هرد عليكم بحلقة يعني إيه مفصلة.